القريب ايضا. في 40 مليون مواطن تحت سن 18 سنة مطلوب من الحكومة انها تأكلهم. هل لا 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 لا, لا يا استاذ، لا، مطلوب من الحكومة انها تهيئ لهم الفرص علشان ياكلوا. تمام. هل يمكن ان يكون اصدار قرار شجاع باصدار قانون لتحديد النسل؟ والله لو عندكم الشجاعة يسري عليكم مساعدة. لا لا، احنا مش مرشحين، احنا مش مرشحين لرئاسة الجمهورية. استفتاء نستفتي في هذا الامر. يعني هل ممكن حضرتك تكون؟ اقول لك حاجه، خلينا في هذا الموضوع نكون جد شويه. ايوه. عدد السكان في مصر، احنا استمعنا كثيرا الى انه هي دي المشكله، قد تكون هي دي الحل، مش شرط تكون مشكله ابدا اذا احسننا اداره الامور. هو احنا لما يكون نفتح مثلا ممر زي مشروع زي ممر التنميه، طرق، سكك حديد، مدن جديده، هو ده كله مش بيعمل شغل؟ والشغل ده مش مطلوب؟ نعم. طب ليه لا؟ ثم انا لو علمت كويس نعم. هذه سلعه تباع. يعني الاساتذه، الدكاتره، المهندسين، اللي ده النهارده انت بتقرا في جورنال اوروبي او امريكاني يقول لك نحن محتاجون الى مهندسين، الخبره كذا، الشهاده كذا، مش عارف ايه كذا. لو عندك السلعه دي نعم تروح، انما ما عندكش السلعه دي حاليا مع الاسف الشديد، فبياخدوا غيرك من جنسيات اخرى قد تكون عربيه وغير عربيه. اذا موضوع السكان وكل شيء له حدوده. أيوة. يعني مش معقول كل اسره تبقى 10 انما يعني في حدود الامكان، والتعليم بيؤدي الى انه طب كويس قوي يبقى عندنا 2 أو 3 بالكثير. مع التعليم، مع الوعي، انما ايضا مع حسن اداره الامور انت تستطيع ان تتعامل مع زياده السكان، ويتعمل لها سياسه أيوة. فيما يتعلق بتعليمهم، فيما يتعلق بعلاجهم، فيما يتعلق بعددهم، فيما يتعلق انت عايز تعمل بيهم ايه لما يطلعوا سنهم كذا، سنهم 18. هو ده السؤال الحقيقي. احنا بقالنا اكتر من 30 سنه بيفهمونا ان زياده السكان هي مشكلتنا، بينما دول اخرى بتعتمد على مواردها السكانيه زي البرازيل، زي ماليزيا، زي اندونيسيا، بلاد كتير قوي مواردها، الصين، يعني الموارد البشريه بتاعتها هي ثروتها الحقيقيه. يا سيدي. نعم. يا ايها السيدات والساده، انتوا عارفين الاقتصاديات الصاعده الناهضه مين عاملينها؟ الصين والهند والبرازيل، اكبر 3 دول فيها ناس. 1.5 مليار في الصين، و1.2 أو 3 من 10 في الهند، وفوق 150 قربوا من 200 مليون في البرازيل. الله، ما دول كلهم دخلوا بقى عندهم دخول كبيره جدا، اشمعنى دول ما قالوش؟ لا، ما احنا عايزين نعرف بقى احنا ازاي نستفيد من الموارد البشريه المصريه. يعني حضرتك شايف الحكايه ازاي؟ ما اقول لك. نعم. لا تخترع العجله. ايوه. روح سيادتك زور الهند، وانا كنت سفير في الهند. أيوة. وعارف الهند كويس قوي انسايد اوت، ومعجب بيهم شده الاعجاب. نعم. ليه؟ لانهم ناس فاهمين بيعملوا ايه، وعندهم ماذر انديا، كل حاجه يجب تتمشى مع مصلحه الهند. احنا هنا ما كانش عندنا ماذر ايجيبت، اولدو احنا يجب يكون عندنا، ويمكن من انفى صعيدا يبقى في عندنا مصر مش بس ام الدنيا، امنا احنا قبل ما تبقى ام الدنيا، ونشوف احنا هنعمل ايه فيها ومعاها على السؤال بيقول: ما هي أولوياتك الثلاثة الأولى إذا أصبحت رئيسا للجمهورية؟ حضرتك قلت لنا إن أول حاجة هتكون إنك هتلغي إلا إذا، أو الاستثناء، مظبوط؟ الحاجتين التانيين إيه هم؟ شوف، أنا قلت الدستور، وقلت الرؤية الاستراتيجية للبلد. نعم. وقلت الإصلاح السريع بدءا باللي حضرتك قلته. نعم. الإصلاح السريع، يعني أنا دايما كان في ذهني، خصوصا يعني ده تحدد اكتر بعد 25 يناير، الديمقراطيه والاصلاح. نعم. الديمقراطيه والاصلاح. الاصلاح مساله اساسيه، لانه احنا خربنا. أيوة. مساله خربت، فلا بد من الاصلاح. يعني ايه؟ انتوا باللغه العربيه فيه حد يكبو الحصان لما يتكعبل، مصر كبت، مفيش كلام، احنا كبينا، يجب نقيم هذا الحصان ده. نعم. وضروري نعمل، وهي تعمل زي ما بيقولوا it is doable. واوباما قال ايه؟
يس وي كان. نقولها احنا بالعربي بس مختلفه شويه. نحن نستطيع، فعلا نحن نستطيع. ليه؟ عارفه ليه نحن نستطيع يا مدام؟ لانها اتعملت في غيرنا. اشمعنى احنا ما نقدرش؟ ادي الصين، ادي الهند، ادي اندونيسيا، ادي ماليزيا، ادي تركيا، الدنيا كلها اتقدمت، هم عملوها. طب ما تعملوهاش انتوا ليه؟ احنا ما نعملهاش ليه؟ انا عايز افهم. ليه؟ لماذا يكون هذا مستحيلا في حين انه حصل؟ تعرف لو ما كانش حصل كنا هنخترع، ما نقدرش. اما وانه حصل، وناس عندهم مليار ونص نسمة، مليار نسمة وتقدموا، والهند 1.3 وتقدموا. وتروحوا تلاقوا في الهند كل شوية تقدم. هما كانوا، انا فاكر كنت سفير صغير لسه، كنت يعني لسه من اصغر السفراء اللي راحوا في الحتت دي. فسألني احد وزراء الخارجية الكبار السابقين، قال لي هي الهند دي كام نسمة؟ قلت له 80 مليون. قال لي برافو فهمتها. ليه؟ ما كانوش سائلين عن الباقي، عايزين ينموا 80 مليون مش 800 مليون. النهارده من ضمن 1.3 على الاقل وصلوا ل 700 و800 في مجال التنميه، وكل سنه بياخدوا مجموعات يرفعوها الى الطبقه المتوسطه، كل سنه ياخدوا مجموعات يرفعوا، وماشيين بصبر وبخطه بحيث انه بعد 20 سنه تكون الهند كلها دوله متقدمه. وهكذا الصين وهكذا. ده لا تخشى من السكان دي ممكن ان تكون اسد، يمكن ان تكون ميزه كبيره لنا لو احسننا اداره هذه الامور. حضرتك صرحت اكتر من مره انك اذا رشحت سوف ترشح لمده واحده فقط اللي هي 4 سنين حسب التعديلات الدستوريه الجديده. حضرتك شايف ان 4 سنين كافيه لانجاز برنامج رئاسي؟ ولا 8، وانما انا بقول الرئيس الاول يجب ان يضع مصر على الطريق السليم، ويوضب القوانين ويوضب الدستور ويحط الرؤيه ويتركها بعد ذلك. هكذا. طيب هرجع برضو، يعني بما ان هي 4 سنين وحضرتك شايف انها بتنقل مصر نقله مختلفه من عصر الى عصر، بتعد مصر لنقله مختلفه. نعم. هل ده ما يخليش مساله النائب او اختيار حضرتك للنائب مساله ملحه جدا، وان الناس نفسها تعرف مين ممكن يكون الشخص او الاشخاص، او ممكن يكون مين في دماغ السيد عمرو موسى كنائب ليه او يخش معاه في حملته الرئاسيه؟ والله يعني في بعض الاسماء كده بتتقافز شويه بشويه، بس لسه ما فيش صوره نهائيه. نعم. وده احسن، يعني كل شويه الواحد بيفكر ويضيف ويشيل ويحط. يعني نطمع في لقاء تاني مع حكايه الضرائب التصاعديه لما حضرتك تقرر. بحسبك هتقول نطمع في دخول المنصب ده. لا يا فندم، العفو. يس. يعني حضرتك خلينا في بالك برضه. طب الناس بتسال على حضرتك شايف ان ازاي ممكن رئيس جمهوريه المرتقب يتعامل مع مساله العشوائيات؟ يتعامل مع الوضع الاجتماعي في مصر، مش العشوائيات بذاتها. هو انت هتروح تهدها؟ ما هو الناس عايشه فيها، هتعمل فيها ايه؟ انت يجب ان تغير من مفهومك في كيفيه المقاربه لهذه المشاكل. هل هي مشكله قائمه بذاتها مستقله عن بقيه المشاكل، ولا ترتبط بالفقر وترتبط بالبطاله وترتبط؟ ضروري نعمل كده. انما اننا اجي اهد عشوائيات واخبي الناس ازاي؟ ما يمكنش. انت يجب ان تنقلهم نقلا، سياستك السياسه الاقتصاديه تنقلهم نقلا من انه عايش في هذه العشوائيه الى مكان اخر افضل، وان يكون هذا المكان الافضل موجود ويبقى في متناول يده انت لما ترفع مستواه. نعم. انما انك تتناول تعمل ايه مع العشوائيات بس؟ ما تقدر. السؤال انا بتصور، ما تاخذنيش، السؤال غلط. انت تقول تعمل ايه مع الوضع الاجتماعي كله في مصر اللي انتج العشوائيات، وانتج الى جانب العشوائيات البلطجه الى اخر حاجات كتيره جدا كلها مترابطه. بس حضرتك كده صعبت الاجابه. لان الامور صعبه، لانها زي ما كنت بقول المشاكل صعبه جدا عندنا، صعبه جدا، ويجب ان احنا نتعايش مع العشوائيات لسنوات. انما نزودهم بمستوصف. لما اجي العشوائيات الاقي حاره ما تدخلش عربيه، طب لو حريقه تعمل ايه؟ يجب تصلح هذه الامور.
يعني تصلح الحياه في العشوائيات حيث هي عشان الناس تعيش، وبعدين تنقلهم. المساله لا يصح ان تكون الشغل الاعلامي. انت عايز تصور نعم. ناس ماشيه من العشوائيات وهي رايحه عشوائيه ثانيه. ايوه وده حصل. يا سلام ياما النخل شفناها بيطرح. طيب، السؤال عن النظام المصرفي الحالي واعتماده كليا على أذون الخزانة. ومش هسأل السؤال كده بس، أنا عايز نعرف من حضرتك رأيك بشكل عام في النظام المصرفي في مصر. رأيي بشكل عام، احنا قدامنا كارثة ممكن تحصل في ظرف شهور إذا مشي النظام بالشكل ده مصرفيا، والأمر متوقف والسياحة متوقفة والإنتاج متوقف والتصدير متوقف والاستثمار متوقف. هيجي بعد كده النظام المصرفي سوف ينهار وبعدين معطل بقى له قعد ايام ولا اسابيع بالشكل ده. لا، النظام نحن في حاله خطر من الناحيه دي، ولذلك احنا كمجتمع يجب نكون واعيين جدا وخايفين جدا. القلق خلي عندكم قلق بما في ذلك ما يتعلق بالناحيه الماليه والاقتصاديه المصريه الحاليه. بعد النظام المصرفي اسال على النظام الاعلامي، ازاي فعلا يصبح اعلامنا اعلام دوله، والاعلام الرسمي يصبح اعلام دوله وليس اعلام الحكومه. سيبك من اعلام الدوله واعلام الحكومه، الاعلام يجب يكون حر، وبعدين انت المجتمع نفسه بينتج النظام المظبوط. يعني مثلا خد عندك الشانلز، القنوات الموجوده في امريكا. نعم. انت فاكر انها بعيده عن الحكومه؟ ما هيش بعيده عن الحكومه. لا، الحكومه تستطيع انها وماشيه السياسه. ايه المصالح الامريكيه؟ وبتمشي مع المصالح الامريكيه، مش مصالح رئيس او مصالح حكومه او مصالح عهد او مصالح وزير. المصلحه الامريكيه ايه؟ انه يطرح الثقافه الامريكيه، يطرح السلعه الامريكيه، يطرح الفن الامريكي. فتروح تجري وراه عشان تشتري الفيلم ده وتشتري السلعه دي وتتابع اوباما بيقول ايه وتتابع السياسه. هكذا يكون. المساله ايه؟ انه في قنوات مصريه هي مصريه في المقام الاول، انما يجب انها تتماهى مع المصلحه المصريه. ودي ما كانتش تيجي قبل كده، ما كانش في مصلحه مصريه، كان في مصلحه النظام. النهارده ممكن يبقى في مصلحه مصريه اذا اتفقنا على رؤيه واستراتيجيه ودستور بيقول كده، وعرفنا انه احنا لابد نبيع السلعه المصريه، فتوجه القنوات كلها الى افريقيا عشان يشتروها. ويعني تركيبه كبيره وسياسه جديده ومقاربه ابروتش، مقاربه مختلفه عن مكان. نعم. يعني نموذج البي بي سي مثلا اللي موجود والناس كلها بتقارن دايما باعلام الدوله، لما بتيجي سيره اعلام الدوله بيتكلموا على نموذج البي بي سي. هل ده ممكن فعلا نطبقه في مصر؟ عايزه مفهوم الدوله اللي ورا البي بي سي. المفهوم يبقى ازاي؟ ما هياش هي مصلحه حكوميه يعين فيها من يشاءون. طبعا اخيرا البي بي سي كانت تحت هجوم فظيع لانها اخرى لخبطت، انما عاقبوها وشدوها شده كبيره. فاحنا المفهوم المجتمع بيكون ازاي؟ انه هل انت تملك هذه المحطه او هذه المحطات؟ اي نعم، اذا كنا نملكها يجب ان نمكنها من انها تزدهر وانها تدافع عن المصالح المصريه كما نحن متفقون عليها. اما الاعلام الدوله اللي كان ماشي ده كان اعلام ضيق بيخدم نظام ويخدم اشخاص وفيه الفساد رعى ومشي لا، الاعلام يجب يكون حر، وان احنا نمشي زي العالم ما هو ماشي، في قنوات الفضائيات تعبر عن مصلحتك مصلحه الدوله، وتستطيع انك انت تخليها تعبر عن مصلحه الدوله لما هم كلهم يشعروا واحنا كلنا نشعر ان مصلحه الدوله دي معرفه تعريفا سليما، يبقى انا بشتغل عليها لها وانت بتشتغل لها وهو بتاع الاعلام بيشتغل لها. يعني فكره خلط مفهوم الدوله والحكومه، يعني ان السكه الحديد دي والنيل والشارع والطريق ده دول مش بتوع الحكومه، بتوع الدوله. هل ممكن يعني في يوم من الايام بس باظوا ليه؟ لسوء اداره الحكومه لها. يعني هي اسس بتاعت الدوله انما اساءت الحكومه ادارتها. زي السكه الحديد كانت ثاني اعظم سكك حديد في الدنيا، اصبحت زي ما انتم شايفينها كده. ليه؟ لسوء الاداره والفساد. في حين انه يعني ازاي يحصل ده؟ يحصل لانه ارجع تاني بقى لاول حاجه قلتها. أيوة. وارجو ان كنت خلصت اسئلتك للخلل اللي حصل واللي احنا لابد نصلحه.